تعال احكي لك قصة سريعة. سنة 2000 الكل كان بيقول ان الانترنت غير كل حاجة، القواعد القديمة خلاص انتهت والمرة دي مختلف. وقتها أو بعدها الناسداك نزل 80%. طب سنة 2008 كل الناس قالت العقارات في أمريكا مش ممكن تنزل، المرة دي مختلفة. وبعدها السوق خسر نص قيمته في أقل من سنة. طب دلوقتي بقى في 2026 كل الناس بتقول ايه؟ الذكاء الاصطناعي غير كل حاجة، وانفيديا مش زي أي شركة تانية، المرة دي مختلفة. طيب تعالوا نفكر فيها فعلا بقى، هي فعلا مختلفة؟ هو ده السؤال اللي محتاجين نجاوب. ببساطة الإنترنت فعلا غير العالم، بس ده ما منعش الأسهم إنها تقع 80%. والعقارات فعلا كانت قوية، بس ده برضه ما منعش الفقاعة إن هي تنفجر. والذكاء الاصطناعي هو فعلا تقنية ضخمة وقوية، بس ده مش معناه إن أسعار الأسهم دلوقتي تعتبر منطقية. الفرق اللي محدش بيتكلم فيه إن التكنولوجيا ممكن تكون حقيقية، والفقاعة برضو ممكن تكون هي كمان حقيقية في نفس الوقت. الإنترنت كان حقيقي والفقاعة كانت حقيقية، الذكاء الاصطناعي حقيقي. لكن السؤال بقى، هل الأسعار حقيقية؟ انفيديا في أوقات كتير جدا اتباعت ببي اي ريشيو أكتر من 30 مرة. الشركات بتنفق مليارات الدولارات على الانفراستراكشر، ومعظمها لسه ما قدرش ان هو يشوف عائد حقيقي من الاي اي. وده مش معناه ان السوق هيقع بكره، بس معناه ان لما حد يقول لك المره دي مختلفه، اساله هي مختلفه ازاي بالظبط. لان ببساطه الجمله دي اتقالت قبل كل كراش كبير حصل في التاريخ، مش لان الناس غبيه، لانهم بيكونوا مؤمنين بالتكنولوجيا ومش شايفين ان الايمان بالتكنولوجيا والسعر الغالي حاجتين مختلفين.